الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يستجيب لعبده إذا دعاه، فعليه أن يكل الأمر من جهة الإجابة وتوقيتها لله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه عجول شره من جهة إنزال الخير ودفع البلاء، ولهذا هذه العجلة ينبغي ألا يقيس عليه الإنسان ذلك الأمر، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه أن الله عز وجل لا ينزل بلاء عظيما إلا ولوجود ظلم عظيم في بلد فيقتلعه الله عز وجل بمقدار رسوخه وانغماسه، فإذا كان انغمس وتد الظلم فإن إزالته تحتاج إلى شيء من الشدة. إذن هذا نوع من العقوبة والابتلاء الذي يلحق في أمة من الأمم، فإذا ترسخ الظلم ولم يقم بإنكاره ودفعه فإن الله عز وجل يسلط على أمة شيئا من البلاء الشديد تطهيرا لها لما سلف منها من ترسيخ ذلك الظلم الذي بقي فيها زمنا طويلا، فالله عز وجل هيأ أسباب الإزالة. ولهذا نقول الواجب علينا في ذلك أن نسأل الله عز وجل النصر، وأن نجعل من جهة توقيته لله سبحانه وتعالى يمحص ويطهر من شاء، والله عز وجل يعجل النصر أو يؤخره. إذا أخر الله عز وجل النصر أخره الله عز وجل لحكمة بالغة لبعض أنبيائه كحال يوسف عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن بضع سنين وهو يدعو متفرغ للدعاء. لماذا تأخرت الإجابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة حوصر 3 سنين. لماذا تأخرت الإجابة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل حاله يتفرغ لأمر دينه، وذلك لانكماش أمر الدنيا من جهة التجارة ومخالطة الناس. فإن الإنسان إذا حوصر أو حبس ينشغل في جانب أو يضعف جانب الأمر الدنيوي من جهة التعامل فيها، ويتفرغ في جانب التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان في دعائه لله سبحانه وتعالى يتضرع ويلجأ لله عز وجل ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يختار لعباده الخير. إذا علم الإنسان أنه إذا امتحن وشدد عليه فقد شدد على أنبياء من قبله. ولهذا نقول إن النصر تأخر على بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا واشتد عليهم البلاء، فإنهم من غيرهم من باب أولى على الإنسان أن يثبت في مثل هذه الأمور، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى أنه سينزل النصر لكن في وقت الله عز وجل يدركه. أقول دائما أن كثيرا من الناس الذين يقع فيهم قهر وظلم، لو الله عز وجل نصر المظلوم على الظالم ولم يجعله يمر بمرحلة ابتلاء، لابتدأ المظلوم الذي انتصر على الظالم دورة ظلم جديدة، لأن المترف إذا انتصر فإنه يبدأ بشيء من الترف والظلم الجديد. لهذا نقول إن الشعب السوري وشعب غيب في فترة طويلة جدا، غيبه هذا النظام عن كثير من حقوق الله عز وجل وحقوقهم أيضا فيما يتعلق في ذاتهم. لو انتصروا من أول يوم لبدأت ذلك الصراع وبدأ دورة الظلم الجديدة. لماذا؟ لأن هذه الطبقة ليست مهيئة، الطبقة القيادية ليست مهيئة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمحص أمة أنزل عليها ابتلاء شديدا حتى يزيل الترف الذي يكون في نفوس الناس، حتى يبدأوا دورة عدل جديدة لا دورة ظلم جديدة. وهذا من حكم الله عز وجل ولطفه في الأمم والشعوب، وكذلك سياسته جل وعلا في ابتلاء الأمم.